يعطيكم العافية ويا أهلا وسهلا فيكم من جديد وبوصفة جديدة من وصفاتي. اليوم راح نعمل سوا الكريب الحلو، وصفة ولا أروع من هيك وسهل كتير وما بتاخد معكم أي وقت. تابعوا الفيديو للآخر، ولو بعدكم ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا تابعوا الفيديو وراح نبلش وصفتنا بالمقادير. أول شي عندي بيضتين بحرارة الغرفة، وراح أضيف عليهم معلقتين من السكر، وطبعا راح أضيف فانيلا سايلة معلقة، ولو موجود بودرة بتضيفوا ظرفين. والفانيلا بهاي الوصفة كتير كتير ضرورية، ما فيكم تستغنوا عنها. تمام هيك. وهلأ راح أضيف معلقتين من الزيت النباتي، ورشة ملح، وهلأ بالمضرب اليدوي راح أخفقهم منيح منيح ليتجانس البيض مع السكر والزيت. تمام هيك. هلأ راح أضيف كوب طحين، ضروري ضروري تتبعوا الخطوات والكميات، ما تزيدوا ولا تنقصوا أي شي من المكونات. اتبعوا الخطوات خطوة بخطوة لتنجح معكم الوصفة. هلأ بضرب الطحين مع البيض بالشكل هذا، وراح بضيف أول شي كوب من الحليب السائل، ولو مش موجود عندكم حليب سائل بتضيفوا معلقة ونص كبار من الحليب البودرة بكوب من المي. هيك تمام. ضربت الحليب مع خليط البيض والطحين، وهلأ راح أضيف ربع كوب حليب. هيك صار عنا كوب من الطحين وكوب وربع من الحليب السائل. راح أخفقه منيح منيح، وهيك صار عندي القوام بالشكل هذا. شايفين كيف؟ هلأ عندي هون مقلاية تيفال، وضروري تكون عندكم المقلاية تيفال لحتى ما يلزق معكم الكريب. ومسحتها مسحة خفيفة بالزيت، وضفت مغرفة من الكريب، وراح أتركها على الواطي لحتى تستوي عندي بالشكل هذا، وبقلبها على الوجه التاني. تمام هيك جهزت عندي، وراح بكرر الخطوات لتخلص عندي كمية الخليط.
وهيك عملت كل الكمية بالشكل هذا. هلأ راح بزينها بالشوكولاتة وبالفواكه وبالمكسرات، وبتكون وصفتنا لليوم جهزت. مثل ما انتم شايفين المنظر ولا أروع من هيك ولا أطيب من هيك. بنصحكم تجربوها. وإن عجبتكم وصفتي لليوم لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من وصفاتي. واستنوني بفيديو جديد.